بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. اللهم لك الحمد والشكر يا كريم يا رب يا رحيم يا رب. احنا معانا السيده الطيبه اللي انا لسه لحد دلوقتي ما اعرفش اسمها. هي بتقول ان هي اسمها ام احمد بس انا ما اعرفش اسمها ايه. هي بتقول ان هي ام احمد. تمام؟ طبعا انا بشكر كل الناس اللي تعبت معايا النهارده من الموظفين في دار زهره مصر. ربنا يبارك لهم يا رب. وطبعا انا ما سبتهمش يعملوا لوحدهم، انا عملت معاهم مش تبقوا عارفين، لان ما ينفعش اسيبهم يعملوا لوحدهم. ما حبيت ان انا اخد معاهم الثواب، يعني ما اخليهمش هم ياخدوا الثواب كله لوحدهم يعني. قلت لازم انا كمان اخد معاهم الثواب. تعالوا بقى ايه، اقعد هنا جنب القمر دي، نقعد انا وهي هنا واقعد جنبها عشان نتكلم شويه في كيفيه التعامل مع ام احمد. منورانا. مبسوطه يا حبيبتي؟ مبسوطه يا ماما؟ مبسوطه؟ الحمد لله. ربنا كريم، ربنا كريم صح؟ ربنا نجاكي الحمد لله. قولي الحمد لله. انت شفتي اللي عمرك ما حد شافه؟ اسمك ام احمد؟ انا عايزه اقلع على الخاتم ده بس مش قادره. تعرفي تقلعيه؟ انت قولي لي، انت اسمك ايه؟ حاجه سيده؟ الحاجه ام احمد؟ ابو طالب ابو عبد المنتج. بتقول اسمه محمد. ابو طالب ابو طالب؟ ابو عبد المنتج. ابو طالب ابو عبد عم النبي. عم النبي وابوه وامين. الله اكبر عليكي. طب انت قولي الحمد لله. الحمد لله. عايزين نشربها. هات اسمها. قولي الحمد لله. شويه كده معايا ابوه. معاكي بوت؟ خدي اشربي. معايا ابوه. طب اشربي. ما اتعب منه. طب خدي اشربي الميه. انا قصدي شويه. طيب ماشي زي ما انت عايزاه. انت عايزاه. انت كويسه الحمد لله. والحمد لله. لا اله الا الله. اكتب البتاع ده اسمع. لا اله الا الله. الحمد لله. ربنا يبارك الناس الطيبة. ربنا يبارك للناس الطيبة. ربنا يبارك للناس الطيبة. للناس الطيبة. ربنا يبارك للناس الطيبة الكويسين. وايه كمان؟ الأسرة. انت ساكنة فين طيب؟ مكانك فين؟ احنا بنقول لك كل الدنيا مصر الجديدة. انت من ام الدنيا؟ مصر الجديدة لاقيكي؟ البيوت بتاعتك. وايه كمان؟ وايه كمان؟ بس انت طلعتي جميلة قوي. انت جميلة. انت أمورة. ربنا يحفظك يا حبيبتي يا رب. عايزة بقى اتكلم مع متابعيني الكرام. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الست الطيبة دي يا جماعة طلع عندها قرحة في رجليها من فوق خالص، وتعويرة في رجليها. الحمد لله تعويرة صغيرة، هي كانت بتنزل دم كتير، هي اللي كانت عاملة كده على السلم. عندها قرحة. لا انت ما عندكيش صح، انت جميلة، انت حلوة. لا انت ما عندكيش صح، انت كويسة. تعويرة صغننة؟ مع تعويرة الشباب. تعويرة الشباب؟ انت شباب يا شباب. انت يا جامد يا قمر. حبيبتي ربنا يحميكي. هي ما فيش اي عمليات خالص في جسمها ولا اي حاجه، ما كنتش عامله اي حاجه خالص. الحمد لله هي كويسه. ربنا يبارك لهم. الموظفين هنا عملوا دور الممرضين حرفيا، لان طبعا الممرضه بتمشي بدري ما كانتش موجوده. القرحه دي نظفوها وعملوا لها محلول وبتادين، وحطوا لها رش مضاد حيوي. يعني عملوا اللازم زي المستشفيات بالظبط. فعشان كده احنا مش هنروح بيها المستشفى، هتفضل قاعده هنا في الدار، هنحطها في غرفه العزل. تمام؟ هنفضل يعني هنجيب لها دكاتره هنا في الدار بدل ما نبهدلها.
ونطلع بيها المستشفيات ونتبهدل في المستشفيات. هنجيب لها الدكاتره لحد هنا، الدكتور هيجي يعلق لها المحلول، وهي قاعده معززه مكرمه في دار زهره مصر ان شاء الله. وبشكر طبعا الشباب وبشكر الموظفين السيدات، ربنا يجازيهم كل خير على تعاونهم معانا لانقاذ السيدة الطيبة دي، وتعاونهم واهتمامهم، وان هم غيروا لها على القرحة وعملوا شغل بجد فاخر من الاخر. الحمد لله، ان الله على كل شيء قدير. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين، ويجعلنا دايما في الخير. والحمد لله انا نزلت بناء على الاستغاثه والمناشده اللي جات لي من متابعين الكرام في كل مكان، ونزلت انقذ الست الطيبه دي، وربنا يقدرني. ولو في اي حالات تانية بعتولي وربنا يقدرني. وانا دايما بصور كل الحالات عشان لو نقدر نتواصل لحد من اهاليهم. بتمنى ان حد يعني لو يعرف الست دي، اكيد الست دي عاشت واتجوزت وليها اولاد، يا ريت لو نقدر نوصل لحد من اهلها. ما انا كمان بحبكم جدا، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. لو نعرف نوصل لحد من اهلها، لو تقدروا تنشروا صورها في كل مكان، لعل وعسى نوصل لحد من اهلها باذن الله تعالى. يا امي، ماما منورانا، قولي حاجه، اي حاجه، قول بحبك، قول كرهتك، قول وما يهمكش حاجه، قولي عايزك يا ولاد قولي بعتك، بس قولي. انا بغني لها عشان تفك معانا شويه. ها انا قعدت اعيط عليها عياط بعد اللايف، بصوا ما قدرتش بصراحه. ماما يلا نقول مع بعض، حافظه اهواك؟ اهواك بقالي فهمت ايه اهواك واتمنى لو انساك. غير المية لا. عايزه تشربي ميه؟ بقول لك بقالي 3 أيام بكلت. بقالك 3 ايام ما اكلتيش؟ ليه؟ طب اجيب لك ايه تاكليه دلوقتي؟ الضغط؟ دلوقتي الدكتور جاي لك هيقيس لك الضغط والسكر ونعمل لك تحاليل. لا ما عندكيش سكر؟ لا انت جميله، ما عندكيش حاجه، ده انت شباب. احنا هنقوم نلعب جيم انا وانت دلوقتي. ها؟ نلعب انا وانت جيم دلوقتي، صح؟ ربنا يحميكي يا حبيبتي يا رب. ان شاء الله يا جماعه، هي تحت رعايتنا هنا في دار زهره مصر للكبار بلا مأوى في مدينه بدل الحي المتميز، ويا رب نقدر نوصل لحد من اهلها باذن الله تعالى. ايه؟ مجلس الوزراء. هنوصلكم لمجلس الوزراء؟ مين اللي هيوصلك لمجلس الوزراء؟ انا ودي. هتوديني انتي؟ قشطة عليكي. هتوديني مجلس الوزراء. هتوديني اشتغل هناك؟ هتشغليني ايه هناك يا امي؟ ايه؟ طب هتشغليني ولا انت كنت بتشتغلي هناك؟ انا مش عايزين نقلعها الخاتم يا جماعه، حد يجي يقلعه لها. تعالى قلعه لها. هي عايزه سجاره؟ انت بتشربي سجاير؟ تشرب سجاير؟ انا اكل يا ولاد. في مثل بيقول لك ايه، يموت الزمار وزوابه بتلعب. لحد دلوقتي والله احنا بنحاول يا جماعه، حتى اصلا وهي بتاخد الشاور حاولنا. ايه يا قمر، انت بتهزري؟ عايزه سجاره؟ انت بتهزري ولا ايه؟ مش قادره تاكلي، لكن انا قادره ماشي تشربي سجاره. ماشي. طب غني الاول وانا اجيب لك سجاره. غني لما اكون رايقه. لما تكوني رايقه؟ انا حاسه ان انت هتقومي وتغني لنا ام كلثوم وهتغني لنا لفايز احمد، وهتغني لنا الورده. خلي بالك على مهلكم. اهو شكرا. تمام.
لا طبعا انا عملت محضر واحنا في الطريق على طول. احنا الحمد لله بنخلص اول باول. احنا ما بنقعدش يا جماعه واحنا في الطريق على طول. لا والله يا جماعه انا ما وديتهاش للدكتور لان هي كان عندها قرحه بس في رجليها وفي جنبها اللي هي في رجليها من فوق خالص، ومش محتاجه ان هي تروح المستشفى. احنا عملنا معاها اللازم الحمد لله. لكن هنجيب لها دكتور لحد الدار، هنجيب لها دكتور لحد الدار. تمام. هو الخاتم لازق في جلدها ولا ايه؟ قافش في الجلد باين. اه لف ايديك كده، لف ايديك بتاع قشرة. معلش. ده خاتم قشره. ده ختم على ما يفرج. اسمها ايه؟ على فكره هي كانت محتاجه تتشد كده خلاص. ايوه تمام. وريني كده ايدك، وريني ايدك، هاتي وريني ايديكي اهي بقت زي الفل يا جماعه. عشان نلها الخاتم عشان محدش يزعل. قولي لي بقى انت من انهي منطقه؟ منطقتنا انت من انهي منطقه؟ مش شرابيه؟ منين من الشرابيه؟ عايزه البتاع ده اقعد عليه هنا. منين؟ من قللي؟ الشرابيه دي فيها اسمها ايه؟ القليلي؟ الويلي؟ حارة محمود؟ احمد فراج؟ يا جماعه سامعين العنوان؟ تمام. يا ريت لو نقدر نوصل لحد من اهلها يا رب. قولي عنوان تاني كده. ماما ام احمد انتي من ايه؟ قلتي اسمها ايه المنطقه؟ الشرابيه. تمام. انا هسيبك تنامي وترتاحي، ادخلك جوه على السرير عشان تنامي. لا هندخلك تنامي على السرير جوه لحد اما الدكتور يجي يطمن عليكي. انا حاسه يا جماعه ان الست دي هتقوم بعد كده تغني وترقص معانا. ها، وهتملى لنا الدار بهجه ان شاء الله باذن الله تعالى. دعواتكم بقى. هي بتقول اسمها ايه المنطقه اللي منها؟ شبرا ولا ايه؟ الشرابيه. حته اسمها الشرابيه. لا مش اخت جليله يا جماعه. يا ريت هتبقى زي جليله والله وتقوم تبقى كويسه ان شاء الله. ربنا يكبر بخاطركم. شكرا ليكم جدا. ادعوا لي قوي لان بجد النهارده احنا شفنا يوم صعب قوي النهارده، بس الحمد لله. تاكلي يا ماما تاكلي. هي مش راضيه تاكل على فكره خالص. هو الدكتور هيجي على لها محاليل دلوقتي. هي عشان كده هي اصلا عندها ضعف جامد جدا. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. يلا ما تنسوناش من الدعاء، واتمنى ان الناس كلها تقدر ان هي تشير الفيديو ده عشان نقدر نوصله لناس كتير، لعل وعسى نوصل لحد من اهلها. الست دي اكيد كان ليها اهل يعني، ما اتولدتش كده في صحراء يعني. اكيد ليها اهل وليها ناس وليها قرايب وليها اولاد وكان ليها زوج. فيا ريت نقدر نوصل لحد من اهلها عشان عايزين البطاقه بتاعتها وعايزين اوراقها. احنا مش بنقول لكم تعالوا خدوها. احنا بنقول لكم اقل حاجه تجيبوا ورق الست دي. تمام. علشان ما تبقاش متسجله مجهول الهويه، تبقى متسجله معلوم الهويه ان شاء الله. يا رب ارزقنا بحسن الخاتمه وادعوا لنا ربنا معانا ويقوينا. وتعالوا بقى ننزل تحت اخليكم تاخدوا كده نظره على دار زهره مصر بعد لما السيراميك اتعمل. يا جماعه احنا بنقاتل بنعمل سيراميك وننزل ننقذ الحالات ونشوف الحاجات الكتير الصعبه اللي احنا فيها يعني. تمام. هننزل تحت نشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا مسحت السلم يا جماعه بالكلور عشان اعقمه. حسيت ان الكلور دخل في مناخيري هنا والله العظيم بجد. قلت للموظفين كل واحد يعمل حاجه وانا اعمل حاجه عشان كلنا نبقى بنعمل حاجه ونخلص كل الدنيا بسرعه. بس بجد ربنا يكرمهم يا رب. شكرا قوي تعبتكم معايا. ربنا يديكم الصحه يا رب.
الحمد لله المكان اتروق. هي حطي لسميرة تتعشى، عايزة تاكل. ايوه طب ثواني وهجيلك. طب ثواني انا هخلص واجيلك. زي ما انتم شايفين كده بعد لما ركبوا السيراميك اللي كان مطبل في الارض الحمد لله اتعمل، والمكان نضيف زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. الحمد لله. ونضفوا وكنسوا ومسحوا الحمد لله. بجد هم بيتعبوا جدا، واحنا بنقاتل حقيقي، بنقاتل من اجل ان احنا نعمل حاجه كويسه ويكونوا فيها راحه لاهل دار زهره مصر، يكون فيها استقرار لاهل دار زهره مصر. على فكره حط لهم عايزين يتعشوا بقى، خلاص انا عارفه انتوا تعبانين. الناس بصراحه قاعدين شاغلين بالهم بالترويق والتنظيف، فيحطوا لهم يتعشوا. حقيقي بجد تعبوا جدا معانا النهارده، انقاذ وترويق وكمان تركيب سيراميك وحاجات كتير قوي. فالحمد لله اللهم المستعان. ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا ويجعلنا دايما في الخير. اتمنى ان الناس تدعمنا حتى بس بالكلمه الطيبه، وربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا ويقدرني ان انا ما اخليش حد في الشارع يا رب. و ادعوا لنا، قولوا يا ماما سميحه ادعوا لنا. بتضحكي على ايه؟ انت منك انت صغننه. سلمي عليهم قولوا لهم باي باي. احنا لابسين زي بعض اصفر. باي باي. قولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. حبيبتي ربنا يسعدك يا رب. يلا اشوفكم على خير. ربنا يخليكي يا حبيبتي، كفايه دعوتك الطيبه. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.